مرحبا متابعي قناة المغرب 24. أهلا وسهلا بكم. يسعدني تجديد اللقاء بكم، وننتقل الآن للموجز الإخباري. حسب التصريح الذي أدلى به الناخب الوطني وليد الركراكي، فقد أعرب عن شكره وامتنانه للجماهير المغربية على المساندة طيلة المباريات السابقة، كما شكر اللاعبين على الروح الوطنية والرياضية داخل الملعب رغم الصعوبات في المباريات السابقة أمام نيجيريا والكاميرون. وحسب الندوة الصحفية، فإن المنتخب لم يستفد من عامل الجمهور، بل جاءت النتائج عكس المتوقع، إذ كان المنتخب يتحمل مسؤوليات وضغوطات كبيرة لتحقيق النتائج الإيجابية. فيما أكد بن صغير لاعب وسط ميدان المنتخب المغربي أن هدف اللاعبين والمدرب هو تحقيق اللقب وإسعاد جماهير المنتخب المغربي. وفي الختام، إن نال المحتوى إعجابكم فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس والتنبيهات ليصلكم كل جديد.